بالنسبة لليمن، احنا عندنا طالبة وسيدة يعني تتميز حقيقة بروحانيات عالية. أريد أقول لك اليمن قبل العصر الإسلامي، كل واحد يسمعني، كانت قمة من قمم الروحانيات. وكانت المرأة قبل الإسلام، كانت المرأة لها منزلة كونية وكانت قائدة. طبعا كان مجتمع اليمن نوبي. فيها، لا، اليمن فيها أسرار كونية عظيمة. اليمن قبل الإسلام يا عزيزتي، الروحانيات والعلوم الكونية كانت هي يعني فيها نشاطات عجيبة. زين، أتى الإسلام مسح. وإيش سمى الإسلام؟ شوف الإسلام قال لك هؤلاء العصر الجاهلي، لا، هذا العصر الكوني. هو من أتى الإسلام الناس نزلت بالماتريكس. يعني شوف سوى الإسلام باليمن. يلا قسم شيعة وسنة وحروب وتعرفيها أنت. فاليمن، وأنت قلتي فيها الملكات، أي بالله اسم ملكة من فضلك؟ لحظة، قبل ما أي نتكلم عن الملكة يا أستاذ، بقول لك إنه مشت في اليمن حضارات عريقة. صح. كانت الحضارة القتبانية والأوسانية والحميرية. هي أي، آخر حضارة كانت هي الحضارة الحميرية، وحضارة حضرموت. يعني كانت 5 حضارات عريقة وهذه جدا. مش وثنية بس، أريد أنبهك رجاء وكل واحد يسمعني. شوفوا ترى هذا الدين كيف يتعامل. يعني الدين كيف يحتل دول، يكفر اللي قبلهم. تعرفون انتم كان عندكم مثلا العلاجات بالنباتات والكونيات، علم النجوم، هذا باليمن علم النجوم. يعني كانت ما زال هكذا الآن. الشعوب. اي، ما زال علم النجوم الآن، ما زال فحتى الآن لحد الدين، الآن. نعم، حتى الدين يسيطر لازم يكفر. فقال الوثنيين العصر الجاهلي، الوثنيين العصر الجاهلي، والناس شنو صدقت على اساس الاسلام اتى رحمه. لا، الاسلام صناعه دراكونيه. تعرفون؟ نعم، الدين صناعه كائنات. الدين صناعه كائنات الاله. طيب ليش بالدين تذكير الخالق؟ الخالق ما عنده ذكر وانثى. يعني الخالق هذا ليش هو مذكر؟ هو هو تمام. والإنسان بدأ يعبد الذكورية. شوفي اكو شغلة مهمة بهذا النقاش. هذا النقاش جدا مهم. من تنزل الطاقة الأنثوية الكون كله يصير باختلال. الدين أتى بتنزيل الطاقة الأنثوية. من تنزل الطاقة الأنثوية، من تنزل الكون كله في اختلال يصير. الدين أتى بتنزيل الطاقة الأنثوية، فعمل المرأة درجة ثانية وثالثة والحجاب وكذا، وصعد شنو؟ الذكورية. الطاقة الأنثوية طاقة خالقة. بالعلوم الكونية، شوفوا بالعلوم الكونية الطاقة الأنثوية هي التي تنتج. هسه المرأة هي تحمل مو يسي. فالرجل هو الذي يزرع البذور والمرأة تنجب. فالمرأة المنتجة. الطاقة الذكورية هي الطاقة المخططة، الطاقة التي تحلل الأمور. الطاقة الأنثوية هي التي تكون. والطاقة الذكرية والطاقة الأنثوية يجب أن تكون في توازي. الإسلام الدين أتى رفع الذكورية ونزل الأنوثية أو الأنثوية بالمعنى الصحيح. عندما انتبهي، عندما تقل الأنثوية، الطاقة الأنثوية ينتهي المجتمع. مو هو صار اختلال هسه، ماكو توازن. من يصير اختلال بالمجتمع، الكائنات السلبية تسيطر.
فالدين هو، أريد أقول لك حاجة، هذا القرآن لا فيه أسرار ولا فيه مفاتيح ولا فيه علوم غيب ولا فيه رموز. هذا هو على مزاج الإسلامي، يجيب الكون ويحطه بالقرآن، إنه سورة البقرة يعني بوابة نجمية كذا، هاي الصورة بمعنى البعد السابع، هذا الحرف بالقرآن وإيش لو تسمحي لي من فضلك، وإيش قالوا للناس على أساس يعني الناس ما يفهمون، لأن القرآن فيه أسرار الناس ما تستطيع أن تفهمها. يعني إحنا من نعارض يقول لك أنتم ما تفهمون، طيب ليش ما نفهم؟ يقول لك لأنه فيه القرآن فيه أسرار أنتم ما تعرفوها. أوكي أمشي وياكم. ستوب. من الذي يتكلم؟ هل الخالق رأيتيه في السماء وقال لك هذا القرآن ياباني لليابانيين، وهذا القرآن للعرب، وهذا القرآن للفرنسيين، وهذا القرآن للهنود؟ هل نظرنا إلى السماء ورأينا قرآنات، واحد بالياباني، واحد بالفرنسي، واحد بالعربي، واحد بالهندي، وحتى الناس تقتنع؟ أم القرآن نطق من الإنسان؟ شوفي، هو من الذي يفكر يا عزيزتي؟ من الذي ينطق؟ من الذي قال أنتم لا تفهمون القرآن به رموز؟ الذي قالها الإنسان. فالإنسان هو المخترع للفلسفات. الإنسان قال جبرائيل، من تكلم قال هناك جبرائيل وهناك محمد وكهف، كهف حراء ومحمد وجبرائيل نزل. كل الإنسان هو الذي يفكر، الإنسان هو الذي ينطق، والإنسان هو الذي يصنع الأديان. الآن عندما نقول الإنسان يصنع الأديان فهو تحت تأثير كائنات سلبية، نعم، وتحت تأثير الفكر السلبي، كائنات سلبية، فكر سلبي التي تقوم بتغيير الجينات. نعم. ورقة بن نوفل، هذا مو على أساس راح له محمد وورقة بن نوفل والتقى معاه وما أعرف شنو، ورقة بن نوفل بشر محمد أنه هو النبي. هذا ورقة بن نوفل هو مركز الدولة العميقة، هو مركز التقسيم، وهو مركز الذي بث التقسيمات. ورقة بن نوفل وخديجة، هذه خديجة هي كانت عميلة للفاتيكان، والفاتيكان هو اللي أسس محمد وقصة محمد وورقة بن نوفل وخديجة. من الإسلام من الفاتيكان. فهو عندما يقولون لنا أنه إحنا ما نفهم، أوكي ما نفهم، طيب اعطينا الفهم، أنت تفهم يابا، أنت أفهم الفهم. شنو الفهم؟ يقول لك أنه القرآن فيه أسرار أنتم ما تفهمون. بس أنت من الذي فسر؟ ما هو الله ما فسر، الإنسان هو الذي نطقه. شوف، الإنسان قرأ وقال لك الإنجيل قاله، الإنسان قرأ وحكى يعني بالفم وقال الهندوسية تقول كذا، الإنسان قرأ وقال القرآن فيه رموز. الإنسان مش الله. فالإنسان المقابل عبرت عليه هذه الحيلة. إيش اعتقد الإنسان المقابل؟ قال لك هذا الله خالق السماوات والأرض. ما هو خالق السماوات والأرض الذي ينطقها الإنسان، الذي ينطقها الإنسان. تعالي للقرآن، أنتم مو تقولون إحنا مش فاهمين والقرآن كله أسرار؟ أوكي، كله أسرار وكله مفاتيح وكله هذا ستار جيتس. زين، اذهبي إلى سورة الإنسان الآية 19، هذا كله أسرار. شنو الهدف؟ سورة الإنسان الآية 19، سورة الإنسان الآية 19، اقرأيها جيدا وهيك ركزي. هذا كله أسرار وكله رموز وكله مفاتيح. بسورة الإنسان الآية 19 بالجنة
هذا الرجال يقول لك يطوف عليهم غلمان مخلدون كاللؤلؤ المكنون. يعني شنو يشتهيهم؟ زين هذا انت يعني هذا يعبد ويصلي ويصوم ورايح للحج وكله اسرار، وبالنهايه شنو بالنهايه؟ جنسيات، جنس، يعني يطيغ غلمان. زين يابا ذول الرياجيل بالجنه مو راح يشتهون ذول الغلمان؟ انت جاي تقول لهم غلمان مخلدون ومن تشوفهم تشتهوهم، وجاي يقول لك اللؤلؤ. مو هاي الرموز، هاي الرموز وهذا الستار جيتس. فاذا الرجال قام يدور ولد. يعني انت شنو جاي تدور ولد؟ انت من جاي تقرا القران، هاي سوره الانسان ايه 19، وين الستار جيتس؟ يعني انت راح تلفها، راح تقول الغلمان المخلدون، هذا ستار جيتس يربطك بالمريخ. يطوف عليهم غلمان مخلدون. يابا انتو هذا مو شذوذ؟ يعني انت تصلي ورايح للكعبة وهذا الجزاء مالك انه انت قاعد يطوف عليهم غلمان مخلدون، اذا شوفهم كاللؤلؤ المكنون ويسقوهم هذا الشراب والخمر. زين هذا زين ذولا مثلا ألف رجل جالسين وهل على الغلمان. زين شنو هاي؟ يعني هم ذول. طيب ذول الرجال ما يسألون انفسهم، ما يفكرون؟ يعني زين هل ذول راح يفرحون؟ يقول لك شوفوا ربنا ايش قد عظيم. يابا ايش شلون عظيم؟ مو اعطانا ولد يابا. يعني شنو انتم تدورون ولد؟ انتم هو هذا الدين عاملين كلية شريعة وحديث وعلي بن ابي طالب وابو بكر وعائشة والنتيجة يابا هذا يدور ولد. هاي كل القصة ما عدا الحواريات. هو هذا الستار جيتس. هذا كله، هذا القرآن كله مسكي كله وشباك وبالزبالة. كل واحد يسمعني بابا، كله شذوذ جنسي. انت رايح على شوفوا ليش هذا بيه شذوذ جنسي؟ لان هذا الكائن اللي مسوي القرآن شاذ جنسيا، هو هذا يدور ولد. اقروها هسه انا شنو اصرخ؟ اقرأها. يطوف عليهم غلمان مخلدون اذا رأيتهم كاللؤلؤ المكنون. هسه وين تحطها؟ يعني هاي كل القصة مال الحياة والكون والأكوان والأسرار والرموز اللي بالقرآن اللي خبصوا العالم كله أسرار، وبالأخير راح يعطيكم ولد غلمان مخلدون. أنت شنو تدور ولد يا أبويا؟ شنو فيلمك أنت؟ شذوذ واضح. ما عدا إذا نريد نحكي على الحواري، وهاي بعد قصة أخرى. شوفوا، فهو ما بي هاي كلها هي الإنسان. يعني هو الإنسان يكبر القرآن، رموز وستار جيتس وشي يسوون؟ تطلع كوانتم فيزيكس ربطوها بالقرآن، يعني علوم جديدة. سمعوا ستار جيتس ربطوها بسورة البقرة. باكر يطلع شيء جديد بالكون، مثلا نجمة ربطوها بسورة ياسين. صور واربط. وهاي شنو المعنى؟ شنو هاي المعنى؟ طلع ليزر جديد، اربطها بالقرآن. هاي بسيطة، كل واحد يقدر يربط. هذا يربطها بالقرآن، والآخر يربطها بالهندوسية، والآخر يربطها بالإنجيل. كل واحد على مزاجه. واحنا يعني سجلنا حلقة قلنا انه الانسان يخسر خسارة كبيرة اذا يربط العلوم الكونية بالدين. هذا الانسان انتهى، هو فنى نفسه يا عزيزتي. ولو احنا شوية هذا وضحنا. تريدين تضيفين شيء؟ اي فاحنا خلينا نرجع والله. فهي الحضارة اليمنية كما انت قلتي فيها يعني كانت هذه المملكات الحميرية، الحميرية والسبائية كانت مجتمعات أمومية، يعني كانت تحكمهم الأنثى. كانت الأنثى هي الحاكمة، كانوا مجتمعات أمومية. تسمعوا؟
بعدها هي آخر حضارة كانت الحضارة الحميرية. بدأ السطو على يعني بدأت تطغى الطاقة الذكورية. اي فمثلا فثارة الملكة نادين كانت في الحضارة الحميرية، ثارة الملكة نادين ذي صدق ثارت على قومها، وكما تقول يعني المنحوتات إني سافرت إلى أسبانيا، يعني أخذت عجيب. جيشها اي وسافرت إلى أسبانيا. فلما جاء الدين في الفترة اللي جاءت فيها الأديان، الدين حمل على فصل المجتمعات يعني المجتمع اليمني مجتمع يعني حتى لو جاءوا من جنسيات مختلفة دائما يندمجوا مع المجتمع اليمني. ما فيش عند اليمنيين عنصرية خالص، اي يعني يتميز المجتمع اليمني بالألفة لأي شخصية اي ولأي جنسية مختلفة. الأديان عملت على فصل المجتمعات المتحدة، لأنه إحنا مثلا الآن لو فكرنا بالحلول آه، لما نمر به الآن، هو الحل الوحيد إن إحنا نعيش مجتمعات متوحدة، نعود اي للطبيعة. اي هكذا بنوصل للحل، ونستطيع إنه نرفع من طاقة الأرض ونتفادى صح. اي كل المشاكل. اي فعلا. اي الكون العظيم يبارك شعوب اليمن يا اختنا، الكون العظيم يحفظكم، وكلنا رجاء نجتمع كمجموعة نصلي من اجل هذا الشعب الطيب الحضاري المتحضر الكوني. الكون يحفظكم ويبارككم، وكل عائلة يمنية، كل انسان يمني، كل بيت يمني يمتلئ بالحب الابدي، وتمتلئ اليمن حبيبتنا اليمن حقيقة بالحب وبالسلام وبالخير وبالجمال وبالأمان. كل إنسان باليمن وكل إنسان يمني وكل شخص باليمن خارج اليمن يمني يستلم الضوء الأبدي، وتعيشون الأمان. يا زعماء وزعيمات الأكوان، باركوا شعوب اليمن، باركوا أرواح الناس اللي باليمن، باركوا حياتهم. تمتلئ اليمن بالحب الأبدي، بالهدوء، بالسلام، بالخير، بالأفراح. الأفراح الكونية تملأ أرضكم، حياتكم، بيوتكم اليوم وكل يوم. أشكرك يا عزيزتنا. وإحنا أيضا أقول لك حاجة، يعني نستمر بالصلاة باستمرار إلى شعب اليمن، ورجاء كل واحد يسمع هاي الرسالة أنه تصلون صلاة خاصة لهذا الشعب الرائع. الكون العظيم يبارك روحك المقدسة يا عزيزة. انت قلتي شيء اثار انتباهي، واحنا هيك انا جاي اتفرج يعني مع الطلاب حول الحضاره الحميريه، واعتقد الطالبه عندها اهتمام كبير، واستمري بهاي الدراسات. عندها اهتمام كبير يعني بالحضارات اللي هي قبل الاسلام، واللي هي حضارات كونيه. فانت قلتي الحضاره الحميريه، مو هيك هكذا تلفظ حميريه لوحه؟ الحميرية بالفتح، الحميرية الياء مفتوحة. صح. وقلتي انها تشبه الكتابه السومريه، تمام. في اي تشبه الكتابة، يعني في عدة أبجديات وجدت في اليمن، وكل أبجدية وجدت في منطقة عربية أخرى. اي صح صح. يعني اي حتى هذا حيث المكان اللي توجد فيها الحضارة السبائية اي دي موجودة في محافظة مأرب. هذا المكان نفسه اي يعتقد أنه يوجد فيه بوابة كونية، لأنه كانت هذا الحضارة تعبد الشمس، وكانت تسمي الشمس إله المقة، هكذا المقة يعني. اي اله تسمى تسمى إله المقة، يعني اللي هو الشمس. كانت الشمس. الحضارة هذه تعبد الشمس. مدهش هذا. اي وقلتي حول الأونوناكي انه نعم آه هو سومر حكموها الأونوناكي، بس اريد اقول لك اليمن ايضا حكمت من الأونوناكي. آه اليمن بس دقيقة بالله، اليمن، مصر، نعم نعم، الأونوناكي حكموا أعتقد نصف الأرض تقريبا، هم وصلوا إلى الهند بالمناسبة. فأنت قلتي إيش قلتي بالله حول الأونوناكي بالنسبة لليمن؟ آه أنا مثلا هذا هو اجتهاد مني، مش كلام باحثين. أو أي إنه اللبس في التراث اليمني، في اللبس إحنا نقول له في اليمن المعوز. أي هذا اللبس هو يشبه نفس الرداء يعني نفس الرداء اللي يلبسها الأنوناكي في الحضارة السومرية والحضارة المصرية. أي صح صح جدا. أي أنا أتفق حتى معك. أي حتى حتى الجنبية، أعتقد أن الجنبية جابها الإنسان اليمني من الأنوناكي. أي
عجيبة عجيبة حقيقة. صادمة صادمة هذه إيه. طيب هل أنت ما تزالين تبحثين، يعني عندك هذا الاهتمام أعتقد مو بالحضارة اليمنية أو الحضارات الكونية، أنا أسميها الحضارات الكونية تعرفون حقيقة. عندك يعني دائما. اهتمامات فيها، عندك عشق أنه تدرسيها بعمق مثلا؟ يعني شوف يا أستاذ، إنه عندي إحساس بالقربة، فأنا دائما أبحث عن الحقيقة، يعني عندي أي إحساس كبير بالقربة. أي فلذلك مثلا أنا كأنثى لا أحب جلسات النساء ومضيعة الوقت، وأحس نفسي إنه أنا مختلفة عن المجتمع. أي ف يعني أكثر أكثر وقت يكرس للبحث والربط بين الحضارات، وأشوف إنه فيه هناك ربط، ربط ليست كل عالي حضارة طبعا طبعا. هي مستقلة. كلها هي الحضارات، الحضارات مرتبطة نعم بتاريخ الكائنات الكونية اللي عاشت وتصارعت وأسست حضارات وأخفي هذا التاريخ. وآخر بعدها حضارة كونية، آخر لو تسمحي لي من فضلك، آخر حضارة كونية عاشت في الأرض هي حضارة الأونوناكي، واللي هم تركوا آثار يعني بالعراق بمصر باليمن. آلهة الهنود هم آلهة الأونوناكي، أو هم الأونوناكي آلهة الهنود، تعرفين؟ احنا ناقشنا هذا بالمناسبة يعني. أي. وبعدها هي غيرت، وبالشرق خاصة بالشرق غيرت، حرفت، أخفيت. تمام. وأتوا بالأديان، وعلى أساس يعني إيش قالوا، ربطوها بالخرافة، أن القديم خرافة، في حين هو القديم هو الحقيقة. حتى الناس تبتعد، قال لك هذا خرافة، بس هو الحقيقة العظيمة. هكذا أي عزيزتي، الكون العظيم يبارك روحك المقدسة، وتعيشين دائما ممتلئة بحكمة الأكوان، والكون يحفظك يا أختنا المباركة. تقبلي تحياتي مرة أخرى.